مدينة الغردقة مسيرة حاشدة في ذكرى 30 من يونيو المجيدة على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة عدد من السائحين الأجانب حاملين علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جو من السعادة والأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الجميع. وتفاعل السائحون الأجانب والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم مما يصدر صورة إيجابية لمصر والمصريين والاستقرار الذي تنعم به البلاد. اللي روحه فوق كتافه كلنا ظهره حماه، هو ده رمز البلاد اللي شال عنها السواد. مصر دايما اقوى بيه وهنبقى للاخر معاه. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. احنا مش بتوع حداد، احنا بركان غضب وقال، حق كل شهيد هيفضل في رقبتنا وليه معاد. احنا 100 مليون مبروك، ما نسينا ابنك واخوك، كل شهيد ضحى لينا حي عمره في يوم ما مات. في البلد قائد عظيم واتقوا شر الحليم، اللي روحه فوق كتافه كلنا ظهره حماه، هو ده رمز البلاد اللي شال عنها السواد. مصر دايما اقوى بيه وهنبقى للاخر معاه. احنا مش بتوع حداد، احنا بركان غضب وقال، حق كل شهيد هيفضل في رقبتنا وليه معاد. Yeah.
فندق سان رايز مملوك بلس وسان رايز جاردن بيتش، الفندقين متحدين مع بعض بكل الموظفين لإقامة المهرجان ده عشان نقدم صورة مشرفة للدولة. بهني الشعب المصري باحتفالية 30/6، والنهاردة احنا كل فئات الموظفين في الفندق اتحدوا على أساس يقدموا عرض جيد بين فيها قد ايه ترابط الشعب المصري بإدارة البلد، وقد ايه احنا مهتمين جدا باننا نعمل احتفاليه مشرفه قدام كل الاجانب الموجودين في الاوتيل بسمعه مصر وشكل مصر، واننا مؤيدين لسياسه الدوله وان شاء الله مزيد من التقدم. طبعا احنا في الاوتيل هنا جمعنا كل الموظفين وحضرنا كمان بعض المأكولات الشرقيه عشان تتقدم برضو للجست، وطبعا قدمنا النشيد الوطني، وده كان شعور من القلب مننا كلنا لمصر. وطبعا بهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكره على حسن إدارة البلاد، وبشكر حضراتكم لتغطية الاحتفالية الجميلة دي.